عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. لو اول مره شفتني في القناه هنا فسبسكرايب في القناه ولايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده بعد حوالي 7 أو 5 حلقات من الابلكيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها، والابلكيشن اللي احنا كنا بنحكي عليها دي اتعمل لها حاليا بلاي ليست في القناه هنا. اللي ما كانش متابع السلسله من الاول يخش يشوف في القناه بتتكلم على ايه، والبلاي ليست المخصوصه لتعليم الابلكيشن اللي هتاخدك من ليفل ال1 او ليفل تحت مستوى الانحراف خالص، انت مش عارف اي حاجه في اللغه الانجليزيه، لليفل الاحتراف اللي هو ممكن يكون السي 2. لو انت عايز تتعلم انجليزي، اسباني، الماني، روسي، ايطالي، ايا كان اللغه اللي انت حابب انت تتكلم فيها، الابلكيشن الموجوده في القناه هنا هتاخدك من ليفل A1 اللي ممكن تاخدك لاخر ليفل اللي هو ليفل السي 2. النهارده ان شاء الله هنبدا سلسله جديده الا وهي سلسله ليه لا. ليه لا هي سلسله متكونه من حوالي 6 أو 7 حلقات، يعني احنا بنحكي فيهم على فكره ليه لا انت ما بتتابعش القناه دي، ليه لا انت ما بتتابعش البيج دي او الصفحه دي، انت ليه ما بتتابعش الويب سايت ده، ليه ما بتتابعش الناس دي، هتاثر فيك بطريقه كبيره جدا. والنهارده ان شاء الله هنتابع ونشارك معاكم ليه لا انت ما بتتابعش قناه احمد ابو زيد. احمد ابو زيد من الشخصيات المؤثره جدا في مجال السوشيال ميديا، سواء كان على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، ايا كان الابلكيشن اللي انت بتقدر تتعلم عليه، او ايا كان الابلكيشن اللي انت بتتابع احمد ابو زيد عليه، فانت شخص بتتابع ايقونه، او شخص انت بتتابع شخص يعني ممكن ياخدك من مكانه انت مش عارف فيها اي حاجه لمكانه عاليه جدا. احمد ابو زيد علمني حاجات كتير. احمد ابو زيد علمني الفوتوشوب، احمد ابو زيد علمني على بريميوم او طريقه الادوبي بريمير، علمني الفوتوشوب، علمني على الاستريتور، علمني على جرافيك ديزاين، علمني في البودكاست بتاعته حاجات كتير جدا، علمني في السوفت سكيلز او المهارات، علمني في حاجات كتير جدا. احمد ابو زيد لو قعدت اتكلم عليه من هنا اللي بعد 100 سنه ان هو شخص اثر فيا كتير في الثانويه العامه في فكره ان المذاكره وطريقه المذاكره الصح، علمني في الكليه حاجات كتير، علمني في العمل الحر على حاجات كتير جدا. لو قعدت اتكلم على احمد ابو زيد من هنا لبعد 100 سنه وازاي انه اثر في شخصيه العبد لله اللي قدامكم دي، حتى في القراءه اتعلمت منه ازاي طريقته في القراءه ازاي. احمد ابو زيد اتعلمته في قناه الفلوجز على حاجات كتير جدا. احمد ابو زيد شخصيه لازم في يوم من الايام، مش بكون ببالغ ان هي تدرس في الكتب. احمد ابو زيد ممكن ما يكونش اخد حقه كتير زي ناس كتير ممكن تكون واصله ل 10 او 15 مليون سبسكرايب على اليوتيوب. احمد ابو زيد حاليا في الحلقه دي وهي بتسجل هو عنده 7 مليون وداخل على 8 مليون. بالنسبه لي ده رقم قليل جدا على شخصيه زي احمد ابو زيد. احمد ابو زيد هو شخصيه بدأ من تحت الصفر في حوار اليوتيوب ده. لما تكون زي احمد ابو زيد وان انت تكون باشمهندس تعمل كارير شيفت في مجال زي السوشيال ميديا وانت مش عارف ان هو مضمون ولا لا، فده ريسك ما ياخدوش غير واحد هو عارف هو بيعمل ايه. احمد ابو زيد انا اتعلمت منه حاجات كتير. لو قعدت اتكلم على احمد ابو زيد من هنا لبعد 100 سنه قدام والحاجات اللي اتعلمتها من احمد ابو زيد في الانجليش. احمد ابو زيد علمني الجرامر اللي هو كان عقدتي في الحياه في الانجليزي. احمد ابو زيد علمني السوفت سكيلز او المهارات. احمد ابو زيد علمني يعني ايه فوتوشوب. احمد ابو زيد انا متابع احمد ابو زيد بقالي من دلوقتي داخل في ال7 سنين. احمد ابو زيد الموتيفيكيشن بتاعته او التنبيهات بتاعته ما بتفضلش الا ملازم. الوحيد يمكن اللي عامل له سبسكرايب في اليوتيوب هو احمد ابو زيد. انا من النوع اللي ما بعملش سبسكرايب لاي حد، بفلتر اول باول كل البيج او كل الصفحات اللي انا ممكن ان انا ما اكونش مستفاد منها في حاجه. لكن احمد ابو زيد الوحيد اللي انا يوم لما فكرت ان انا اعمل سبسكرايب لحد كان احمد ابو زيد. انت لو مش متابع احمد ابو زيد فانت فايتك كتير جدا في المهارات، في الجرامر، في الانجليزي، في القراءه، في الحياه عموما. احمد ابو زيد شخصيه مؤثره جدا. احمد ابو زيد اتكلمت عليه في يوم من الايام. انا نفسي في يوم من الايام، وده حلم، لو فتحت لك الدفتر اللي ورايا دلوقتي ده هتلاقيني كاتب في
الاحلام اللي انا نفسي احققها في يوم من الايام ان انا مثلا اعمل بودكاست مع احمد ابو زيد، سواء كان عنده او عندي، بعد ما ان شاء الله تكون الاوضه البسيطه دي استديو كبير زي احمد ابو زيد. احمد ابو زيد عرفني ان مجال السوشيال ميديا مش لازم تكون بادئ واو والمعدات الواو والحاجات دي كلها. احمد ابو زيد اللي اداني الشغف الحقيقي ان انا ابدا تشانل على اليوتيوب وان انا افتح قناه يوتيوب دي. احمد ابو زيد علمني ان الحياه عباره عن تحديات لازم ان انت تعديها. واحمد ابو زيد علمني ان القراءه مهمه جدا. احمد ابو زيد علمني ان المهارات لازم تتدرس، لازم ما تعتمدش على نظام الكليه. احمد ابو زيد علمني حاجات كتير جدا لو قعدت من هنا لبكره، يعني لدرجه ان انا بحب الراجل ده. انا حاطط صورته يعني على صوره البروفايل بتاعت التليفون، الصوره الشخصيه بتاعت التليفون. احمد ابو زيد لو قعدت من هنا لبعد 100 سنه قدام ان انا احكي عن احمد ابو زيد وطريقته ان انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا، مش هقدر اوفي شكري ليه. في يوم من الايام عايز احط الفيديو ده في ان انا اوصل مثلا يوم ما اوصل ل 100,000 سبسكرايب في القناه هنا، ان انا اقول ان الشخص اللي اثر فيا ولو 1% ان انا ابدا في الشانل هنا كان احمد ابو زيد، واللي حببني في المجال اللي انا نفسي بتكلم فيه في الشانل هنا هو احمد ابو زيد. احمد ابو زيد ما كانش عباره عن شخص بتعلم منه، احمد ابو زيد كان بالنسبه لي انا اخ كبير بتعلم منه. فتحياتي وشكري لاني حبيت شخص فحبيت ان انا اتكلم عليه. احمد ابو زيد ما شفتش شخص انتقده في يوم من الايام وقال ان المحتوى بتاعه ده محتوى ما ينفعش ان هو يتعمل. الوحيد اللي اجمعت عليه حتى سكاي نيوز نفسها او البي بي سي بالعربي نفسها ان الشخص ده شخص مؤثر. احمد ابو زيد في بي بي سي بالعربي في يوم من الايام طلع عليه. احمد ابو زيد تيدكس نفسها في يوم من الايام طلع عليه. فلما تلاقي شخص مؤثر زي ده لازم تبدا تتابعه. فبس كده، دي كانت حكايتي مع احمد ابو زيد وازاي ان انا قدرت اتعلم من شخص زي ده. فارشح لك وبقوه، ليه لا انت ليه ما بتتابعش احمد ابو زيد في السلسله دي وهو نمبر 1 بالنسبه لي احمد ابو زيد. فلو وصلت لحلقه النهارده لازم تعمل سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده، واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. ليه لا ما بتتابعش الشخص ده في الناس اللي اثرت فيا في يوم من الايام. واشوفك في حلقه جايه ان شاء الله في قناه تعلم تي في. السلام عليكم.